السلام عليكم. باختصار وبصورة مبسطة عشان نقدر نفهم مقاومة الأنسولين. لو افترضنا إن في شخصين، شخص سليم وشخص عنده مقاومة أنسولين، ولو افترضنا إن جسم الإنسان بيحتاج في اليوم تقريبا 100 سعر حراري، وأنا جيت أكلت 200 سعر حراري، الشخص الطبيعي الجسم بياخد ال100 اللي الجسم عايزها، وال100 التانية الجسم بيحولها لدهون تتخزن في الجسم لوقت الحاجة. أما الشخص اللي عنده مقاومة أنسولين بياخد ال200 سعر حراري، الجسم ياخد ال100 اللي هو عايزها بيحرقها عشان الوظائف الحيوية بتاعت الجسم، وال100 التانية خلايا الجسم بترفض إن هي تاخدها. فإيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إن ال100 سعر حراري التانيين دول يفضلوا سكر في الدم، لأن الجسم مش راضي يخزنهم، الخلايا عندها مقاومة للأنسولين، فيفضل سكر الدم عالي، وبالتالي الجسم يفرز انسولين بصوره اكبر لان سكر الدم لسه عالي. فبقى عندي ان سكر الدم عالي، الانسولين عندي عالي، والحاجه الثالثه والمهمه ان الخلايا اللي رفضت تاخد الاكل تخزنه لسه جعانه، فيبقى في شراهه. فتلاقي دايما الشخص اللي عنده مقاومه انسولين او مريض السكر بيجي عليه اوقات يحس بشراهه كبيره، على الرغم ان هو ممكن يكون لسه واكل من ساعتين ثلاثه، بس ده بسبب ان خلايا الجسم رافضه ان هي تاخد غذاء، وده اللي بيخلي بعد مده طويله لا قدر الله يحصل مشاكل في النظر، او يحصل مشاكل في الكلى او في الاطراف، او لا قدر الله حالات بتر، نتيجه لان الموضوع بقى متطور جدا، او السكر بقى متطور جدا لدرجه ان الخلايا ماتت من الجوع. فعشان كده احنا بنقول في البدايه حد عنده مقاومه انسولين، اهم حاجه عندي ان انا اظبط الانسولين، اهم حاجه عندي ان انا اظبط الانسولين عن طريق الصيام المتقطع. شكرا.